عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والنور عليكم. معاكم مطبخ رشا غمري. لو أول مرة تشوفيني اضغطي لايك وشير وادخلي فعلي الجرس واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. احنا هنعمل معانا ان شاء الله النهاردة الكيكة الرخامية. ولو ما عندكيش خلاط، لو ما عندكيش قصدي المضرب الكهربائي، ممكن تعمليها عادي في الخلاط، هي سهلة جدا. يلا تعالوا نشوف بقى المقادير. معايا المقادير هنا، هي سهله خالص، ان شاء الله تبقى موجوده عندكم. معايا كوبايه زيت. هو الزيت ده المفروض يبقى ذره او زيت، لا يكون زيت ذره لا اما عباد شمس. ليه بقى؟ لان هو هيبقى جوه الكيكه، فعشان يعني ما يبقاش ريحته او طعمه وحش. ومعايا هنا كوبايه ونص سكر، معايا 3 اكواب دقيق، ومعايا كوبايه لبن، ومعايا معلقتين هنا كاكاو واربع بيضات، ومعايا هنا كيس بيكنج باودر وسنه فانيلا. وهي المقادير الدقيق والسكر بنفس معيار الكوبايه دي، يعني مش هتلخبطك، هي دي الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق والسكر وكل حاجه. ماشي، بسم الله. هنحط السكر والبيض وهنحط طبعا سنه الفانيلا وهضربهم مع بعض. بسم الله. انا هفضل اضرب لحد بصوا اما القوام يبقى فاتح كده وحلو. هبتدي بقى ان انا احط الزيت وهجيب برضه الدقيق. انا كده ضفت اللبن وكده ضفت الزيت، يبقى فاضل بقى الدقيق. بس الاول طبعا وحط على الدقيق ده رشه ملح، يعني هو الكيك برضو لازم رشه ملح كده تديك نتيجه حلوه قوي. نقلبهم بقى مع بعض كده. ماشي، هبتدي بقى اضيف الدقيق اهو. انا طبعا مش هضيف الكاكاو انا هاخد بس لما اخلص الخليط خالص، انا هاخد جزء اعمله بالكاكاو. بسم الله. ماشي، انا معايا دلوقتي اهم معلقتين الكاكاو. طبعا انا هضيفهم وهضيف معلقتين لبن علشان طبعا كده الخليط هيبقى تقيل قوي. هشوف لو احتجت تاني. ماشي. طبعا البوله جت صغننه شويه معلش ابتدي اعملها كده اهو. ماشي، الخليط معايا اهو كده بقى جاهز اهوت. هنجيب بقى الصينيه. ماشي، ادي القالب اهو اللي انا هعمل فيه الكيكه الرخاميه. ودي ازازه انا قطعاها كده علشان تدينا شكل ان شاء الله حلو. ماشي، هبتدي بقى اخد الاول الشوكولاته اهي. ماشي، وهنزل بالراحه كده. هتدنك بس تنزلي في النص، اهم شيء. بعد كده هاخد واحده من الفانيلا اهي كده،
وانزل عليها برضو بالراحه كده من النص. طبعا هندننا نعمل كده واحده واحده لحد لما الخليط كله يخلص معانا. بصوا يا جماعه، بصوا شكلها تحفه، بصوا شكلها جميل ازاي، حلو قوي. طبعا انا قبل ما اشتغل فيها انا مولعه الفرن عشان هي لازم تدخل على نار يعني على فرن حاميه، وبتقعد حوالي تلت ساعه على درجه حراره 200. وبرضك حسب فرنك انت، ممكن فرنك انت لو حامي تقعد اقل، فرنك بارد اكيد، بس هي لازم تخش على فرن حامي. الكيكات والحاجات دي لازم تخش على فرن سخن قوي عشان ما تهبطش منك. بصوا هندننا نعمل كده لحد اخر ما الخليط يخلص خالص. بصوا منظرها تحفه ازاي. ماشي، انا كده خلصت معايا الكميه اهو خالص. بصوا بقى هنشيل الازازه كده بالراحه خالص. بصوا تحفه. طبعا انا معايا سايبه شويه خليط بيض خالص اهو. بصوا هحطهم في النص بقى كده، عشان تبقى شبه الورده كده منظرها. ان شاء الله النتيجه تعجبكم جدا. ثواني، ايوه كده، يعني الواحد يفنن شويه كده هتدي منظر تحفه. بصوا الجمال. اهيت معايا. طبعا لو في اي حاجه كده بنشيلها علشان خاطر ما تحرقش معانا الصينيه. اهي شكلها معايا. هندخلها بقى الفرن، وبعد ما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. بصوا الكيك سخن جدا. طبعا انا بقطعها عشان اوريها لكم. سخنه جدا. الكيكه اهي طلعت بعد ما طلعت من الفرن. الكيكه اهي بصوا شكلها تحفه وجميله قوي. انا ما رضيتش ان انا ازوقها باي حاجه عشان اوريها لكم على طبيعتها، بس هي عادي انت ممكن تزوقيها مثلا بصوص الكراميل، بصوص الشوكولاته، زي ما انت عايزه. يعني ممكن تزوقيها اكنها تورتيه بالظبط. احنا بقى هنقطعها. بصوا منظرها حلو ازاي. بصوا تحفه. بصوا طريه. بصوا شكلها عامل ازاي وهي عماله تطلع في الدخان. وبصوا طريه جدا. ماشي، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.